السلام عليكم، كي دايرين؟ كي دايره اخباركم؟ احوالكم هانيه. السلام عليكم، كي دايرين؟ كي دايره اخباركم؟ احوالكم هانيه، نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله عندنا وصفه ديال المعلكه، ديال السميده والكوك. ان شاء الله نبداو المقادير. اللهم صل وسلم على محمد. نبداو المقادير. عندنا هنايا نص كيلو ديال الكوك، يكون مزيت بحال هكا، يعني نتمسوه ويكون رقيق شويه، ما يكونش غليظ. بلا الكوك مزيت ما كتصدقش لينا الحلوه. عندنا نص كيلو ديال الكوك وعندنا نص كيلو ديال السميده رقيقه ديال الحلوه. عندنا 6 البيضات توستين. عندنا كاس ونص ديال الزيت ديال العنبه. عندنا ليزيس ديال الليمون ولا ديال الحمض اللي بيتو نتوما، ولا نكهه ديال الليمون. عندنا قريصه د الملح. عندنا 2 خمارات، 2 فانيات. الفاني اختياري. عندنا هنايا 5 د المعالق كبار ديال الكوفيتير، هذا اللي ما كيكونش فيه الطروفه، كيكون سايل شويه. وعندنا نص كيلو ديال السنيده. بالنسبه للحلاوه نتوما والاختيار ديالكم. انا غندير 400 غرام ديال السنيده. عندي سكر كلاصي، هذا هادي نوت يكون سبيسيال باش ما يتحرقش لينا في الفران. هذا فاش غنفند الحلوه. نبداو على بركه الله. هنا درت 6 البيضات. انا ما غاديش ندير يديا صراحه، غادي زعما نخلطها بيدي، كتستغرق الوقت وكتعيي شويه. غناخذها غنديرها في الطراب. درنا هنا 6 البيضات، كاس ونص ديال الزيت، زيت الملحه، زيت ديال الليمون الملحه. هنايا ودرت هنايا 400 غرام ديال سنيده. غنمشي نطحنهم ونرجع ان شاء الله. ها هو الخليط ديال بحال هكا كريمي. بالنسبه للفران درتو عندي ديال الضو، درتو على 200 درجه حتى 180 درجه، يسخن مده 10 دقائق هكا قبل. المهم على حسب الفران ديالكم متى كيسخن كل واحد وهو. انا درتو يسخن بين ما نسالي الحلوه. غنزيد الكوفيتير كما قلنا 6 المعالق. ان شاء الله نزيدو الكوك بشويه بشويه. بالنسبه غنزيدو كامل، نلعبو مزيان، نخلطوه مزيان. ضروري من هاد الخطوه باش تجينا معلكه ديال المعلكه مزيان. نخلطها مزيان ونرجع ان شاء الله. ان شاء الله غنزيدو السميده بشويه بشويه. بالنسبه للسميده ما غاديش ندير نص كيلو كامل، يعني على حسب. نخلطها ونرجع. بالنسبه للخميره ديال الحلوه درت وحده وشويه، يعني نتوما باش انا ما بديتهاش تنفخ بزاف وتدير. درت وحده وشويه، نتوما ديروا وحده ونص هكذاك. بالنسبه للعجينه هي كي
تولي هكا. غنخليها واحد شوي، نخليها واحد شوي تشرب شويه بين ما نوجد الطاوات الفران ندير فيهم بابي كويسون ونغربل سكر كلاصي. ضروري ما تغربلوا السكر كلاصي باش ما يجيو فيهم دوك الحبيبات، كيكون احسن. ديتهم بحال هكذا، ندير على هذا القد، نتوما على القد اللي بغيتو، الكبر اللي بغيتو، وكنفندهم ديريكت في سكر كلاصي. صراحه كنت كنديرهم حتى في شويه الماء زهر، دهني ديال الماء زهر، ولكن صراحه ما توفرش عندي، قلت ماشي مشكل نصايبهم. نكملهم ان شاء الله، نديرهم في الطاوات ونتلاقاو. هذه هي الطاوه الاولى، غنديها دابا طيب ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ملي نكمل. بالنسبه للفران كيكون شاعل من الفوق ومن التحت ومسخن قبل ب10 دقائق ولا 15 دقيقه. وبالنسبه لسميتو ديال الطياب ديالو، بالنسبه للفران ديال الضوء كيكون 180 حتى 200 درجه. هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا، بحال على هذا الشكل هكا، شي بحال هكا مشققه. خرجت لي جوج بصل، واحد البصيل اخر بحال هكا. نتمنى تعجبكم الحلوه وتجربوها وتقولوا لنا الراي ديالكم فيها. نقسم لكم دابا وحده باش تشوفوها كي دايره. ها هي كتجي على هذا الشكل هكا، تجي معلكه. نتمنى تعجبكم. مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله، والى وصفه اخرى ان شاء الله.